السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. يا ترى النهاردة هنعمل ايه؟ انا جايب البصل ده ليه؟ علشان هنعمل النهاردة سبانخ. تمام، هقول لكم على طريقة حلوة قوي. السبانخ هتعجبكم قوي ان شاء الله بإذن الله. بس ما تنسوش لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك. تمام. اول حاجة يا جماعة انا خلطت الطماطم اهو، عملت عصير طماطم كده وحطيته على جنب، وبعد كده جبت البصل وقطعته قطع صغيرة كده زي ما كأننا ايه بنعمل زي كده بنسبكه مع الطماطم، زي ما بنعمل كأننا بنعمل طبيخ كده اي حاجة. اللي هو ايه الطبيخ، اي نوع بقى، سواء فاصوليا ولا بسلة ولا كده. بنقطع البصل صغير، وبعد كده علشان هقليه في السمنة، وبعد كده اسبكه مع الطماطم. في الوقت ده بقى بكون قطعت الخضرة وكمان وغسلتها كويس قوي قوي. لازم نغسل السبانخ كويس قوي قوي علشان بتبقى مليانة رملة وتراب وكده، وده غلط كمان على صحتنا. انا بغسلها بصراحة مرتين بس، من غير ما افك من غير ما يعني اقطعها بالسكينة، يعني اغسلها وهي كده ايه لسه جايباها من عند الست اللي هي اللي بتبيع الخضرة. بعد كده لما بغسلها كويس قوي قوي، بعد كده بحطها على جنب في صينية، واحط ايه كمان واجيب الخضرة كمان. باخد واحدة شبت واتنين بقدونس، او وحدتين بقدونس وواحدة كزبرة. تمام. وبقطعهم زي كأني بقطع للمحشي زي ما انتوا شايفين كده. بقطع الخضرة وبقطع اللهم صل على سيدنا محمد، بقطع السبانخ. تمام كده انا خلصت البصل، وهبتدي احط معلقتين سمنة كده حلوين في الحلة. لو عندك سمنة بلدي ممكن تحطي، دي حاجة كويسة جدا طبعا، احسن من السمنة اللي احنا بنجيبها دي. انا السمنة اللي عندي عادية جدا، ما فيهاش يعني مش اللي هي بلدي او حاجة. وطبعا بقلب بالمعلقة البصل علشان يدبل معايا ولونه يصفر. اول لما لونه يصفر على طول بحط عصير الطماطم. بس انا طبعا لحد ما البصلة تدبل، وفي الوقت ده طبعا بكون جايبة زي مفتلة جميلة جدا. بحب اعملها للعيال، بتبقى باللبن. بس طبعا بغليها في شوية مية الاول. زي ما انتوا شايفين دي السبانخ اهي، ماشي، ما قطعتهاش، غسلتها بس من غير ما اقطعها، وبعد كده هقطعها ان شاء الله. اهم حاجه ما تقطعهاش وبعد كده تغسليها عشان كل الحديد اللي فيها ده بينزل. قطعيها بعد ما تغسليها. تمام. وده طبعا البصل اهو على بال ما تدبل اكون انا قطعت ايه السبانخ اهي قربت خلاص. هحط الطماطم، هحط عصير الطماطم، طبعا في الحلة التانية في حبة مية سبتهم يغلوا، وبعد كده حطيت المفتلة. وكل ما تغلي لازم الرغوة اللي فوق اللي في البليلة دي اشيلها بالمعلقة علشان يبقى شكلها حلو كده وما تسودش معايا. دي كده هسيب الطماطم تتسبك مع البصلة، واقفل عليهم بقى واسيبهم. هنا بقى المية قربت تغلي، فهحط دلوقتي ايه المفتلة. دي تنفع فطار الصبح او عشاء، يعني حاجة كده حلوة جدا. هي شبه الرز بلبن كده بس هي احلى بصراحة، يعني جربوها ان شاء الله هتعجبكم. طبعا هنا المية غليت، وهبتدي ايه اشيل الريمة اللي هنا دي، الرغوة ولا الريمة، وبعد كده احط لها سنة ملح صغيرة خالص لان هي بتبقى ايه مسكرة. هحط لها سكر بس لما تطلع خالص، لما تخلص خالص في الاخر. تمام. وبشيل كده زي ما انتوا شايفين اهو، ماشي. وطبعا هقفل على قفلت على الصلصة عشان تتسبك، واكون قطعت السبانخ والخضرة بتاعتها اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي اقطعه اهو دلوقتي، ماشي.
بقطعها قطع صغيرة، مش يعني ولا كبيرة ولا صغيرة، يعني هي وسط كده، علشان هي طبعا في التسبيكة وفي الطماطم وفي سخونية الطماطم وكده فهتتهري خالص مني. مش هتبقى باينة ان هي كبيرة او حاجة. زي ما انتوا شايفين كده قطعت التلات ربط، اللي هما الاتنين كزبرة وواحدة شبت، او اتنين بقدونس وواحدة شبت، حاجة كده. زي ما انتوا شايفين اهو خلصتهم. هبتدي احطهم في طبق، وبعد كده ابتدي اقطع السبانخ زي ما انتوا شايفين اهو. يا ريت تجيب السبانخ اللي هي راسها لونها احمر، دي بتبقى جميله جدا جدا وتبقى تحفه. او بقطعه ارمي الراس اللي هي الزياده دي، وبعد كده بقطعه زي ما انتوا شايفين تقطيع عشوائي، مش لازم تكون كبيره صغيره قوي، على قد ما انت تقدري يعني. اهو دول حزمتين، الواحده كانت ب2 جنيه، يعني سعرها جميل جدا وعجبتني، وقلت ايه اهو تغيير، اعمل طبقين وخلاص، طبقين بس للغدا وخلاص كده. والطماطم بدأت تسبك معايا. حطيتها بقى على جنب السبانخ، وقلت ايه ابص على الطماطم شوية اشوفها. زي ما انتوا شايفين اهو كده. ودي الحزمة التانية برضو بقطعها، وبقطعها قطع مش صغيرة ولا كبيرة، زي وسط كده. زي ما انتوا شايفين اهو، شكلها جميل ويفتح النفس، تتاكل كده نية، والله تتاكل من شكلها كده، تتاكل لوحدها كده. جميلة جدا ومفيدة جدا لولادنا، فيها كمية فيتامين حديد كويسة جدا للي عنده انيميا، بس برضو ما نكترش منها عشان هي ساعات بتعلي الضغط، يعني وحشة للناس اللي هم ضغطهم عالي شوية، يعني يا ريت ما نكترش منها. اهو انا خلصت الحزمتين كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما خدتش معايا وقت، على بال بس ما الطماطم تتسبك اكون خلصت تقطيع، وكمان اغسل حبة رز كده، عشان احنا بنعملها بالرز، ما بعملهاش بالحمص، بحب اعملها بالرز عشان بتستوي معايا بسرعة وبتبقى جميلة. وهنا كده بجمع اللي وقعوا مني في الصينية، بقطعهم برضو تاني، علشان تقطيع اللي هو الوسط، مش صغير خالص ولا كبير. زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما خلصت السبانخ هبص شوية على الصلصة واشوفها علشان ما تتحرقش مني، وخلي بالي منها. ودي السبانخ بعد ما قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ودي طبعا حلة المفتلة زي ما انتوا شايفين قربت تستوي خلاص، بعد ما شلت الريمة منها اللي فوق دي، وحطيت لها ذرة ملح كده صغيرة. ودي الصلصة بعد ما اتسبكت خلاص، شربت المية بتاعتها خلاص، وبدأت احط الخضرة، وبعد كده حطيت وهحط كمان السبانخ دي كده. المفتلة خلاص بقت جاهزة معايا، حطيت عليها نص كيلو لبن، هي يعني تعتبر ربع كيلو، حطيت عليهم نص كيلو لبن. واي حد بقى يطلب او ممكن احط لها السكر والفانيليا. دلوقتي احط لها سكر والفانيليا وتبقى كويسة جدا معايا، واطلع للعيال كل واحد طبق وكده، هتبقى جميلة جدا الصبح او بالليل. تبقى فطار حلو قوي للعيال. وده كده السبانخ بعد ما حطيتها في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، طلعت كل المية اللي فيها وبتستوي. ممكن احط فنجان مية، ويكون معايا معلقتين او 3 رز بحطهم فيها علشان تستوي معاهم. في الوقت ده طبعا بكون عاملة التوم، بحطه في كسرولة صغيرة كده، واحط عليه حبة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. بحط معلقة سمنة، واحط التوم واسيبه لحد ما يتحمر معايا كده، وبعد كده انزل على السبانخ بيه، بيبقى بيدي طعم جميل جدا. ولو عندك يا سلام بقى، لو عندك حبة لحمة او حاجة، شوربة لحمة او قطع لحمة صغيرة تحطيها على السبانخ، بيبقى طعمها تحفة وجميلة جدا جدا. جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ده كده السبانخ وهي خلاص طلعت ميتها، وحطيت عليها معلقتين او 3 رز. ما كتريش رز علشان ما تبقاش منك تبقى مكلكعه كده منك ومش حلوه، يعني قللي الرز شويه. وادي التوم خلاص قرب يستوي اهو زي ما انتوا شايفين.
وانزل طبعا الجوانب علشان تستوي مع الرز والخضرة باقي الخضرة. كده غطيت على المفتلة، قربت تستوي خلاص اهو، دقيقتين بس وهتستوي واقفل عليها. ودي كمان ايه السبانخ خلصت معايا. المفتلة طبعا هبتدي ايه اغرفها. طعمها جميل وريحتها حلوة قوي بسبب الفانيليا كمان اللي انا حطاها عليها، الفانيليا حلوة والسكر. ودلوقتي بغرفها اهو زي ما انتوا شايفين، هي بتبقى سائلة كده زي البليلة بتاعت بره، بس كمان احلى كمان بكتير، معمولة من الدقيق. هتعجبكم قوي، جربوها كده كحاجة فطار للعيال ان شاء الله باذن الله. تعجبهم ويطلبوها منك على طول ان شاء الله باذن الله، او تغيير شوية للعيال. هدوق حبة بقى، لا بجد طعمها جميل قوي قوي. ان شاء الله باذن الله جربوها وهتعجبكم. وطبعا لما جيت احضر الغدا كانت خلاص السبانخ استوت. جايه اطلعها دلوقتي وهغرفها اهو زي ما انتوا شايفين. كل طبق حبه كده في كل طبق، بتتاكل مع العيش زي ما قلت لكم. يا سلام بقى لو في لحمه كده ومتقطعه صغير فيها، بتبقى طعمها جميل قوي. او شوربه لحمه، اي حاجه كده، اي حاجه عندك، شوربه فراخ، شوربه لحمه، ممكن تعمليها باي شوربه. وادي الاطباق، واحط جنبها طبعا مخلل زيتون. والعيش طبعا هسخنه، هو كان جاي يتوزن النهارده الحمد لله، كان صابح يعني وكده، فجبته بقى وحطيته جنبهم. هندوق بس حبه صغيرين كده، حطيت لها طبعا كل البهارات اللازمه. والزيتون حلو جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. بحبكم جدا، هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامه.